إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقل اعملوا. هذه الكلمة التي تحمل في ذاتها أمرا وردت في سورة التوبة في الآية 5 بعد 100 الأولى، حيث يقول ربنا جل جلاله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رزقنا الله عز وجل بالنعم التي لا نحصيها عددا، ثم أمرنا باستثمار هذه النعم فيما يرضيه بعد الاعتراف به إلها منعما. رزقنا الله بنعمة الهوى، فهي من مقومات الحياة. لا يمكن لنا أن نعيش بغير هواء، بغير أكسجين. والوباء الذي تعلمون علم البشرية قاطبة قيمة هذه النعمة التي لا يعرف أكثر الناس قدرها. كنا نتنفس بطلاقة، كنا نتنفس بحرية، كنا نستثمر ونستغل هذه النعمة مجانا بلا عوض بلا مقابل. استغلها الطائع والعاصي، استغلها المؤمن والكافر، استغلها الغني والفقير. معظم الناس لا يعرفون قدرها حتى جاء وباء كورونا. علمنا هذا الوباء قيمة هذه النعمة، فهي المقوم الأساس في حياة الإنسان، بل في حياة الكائنات. يضاف إلى الهواء الماء، كما قال ربنا في سورة الأنبياء في الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. جميع الكائنات حياتها دوامها كل ذلك موقوف على نعمة الماء. يضاف إلى النعمتين نعم أخرى، ما أذكره على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين والحصر. نعمة الهواء
نعمة الماء، نعمة الغذاء، نعمة الكساء، نعمة الإيواء، نعمة الدواء، نعم لا نحصيها عددا، مصداقا لقوله تعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل النعمة الواحدة لا يمكن أن نعرف قدرها ولا يمكن أن نحقق شكرها. لما؟ لأنها نعمة متجددة ترافقنا في هذه الحياة. يضاف إلى ذلك كله نعمة العقل، هذه النعمة التي أعطاها الله للإنسان ولم يعطيها بهذا الكمال، بهذا الجمال، لم يعطيها لسائر الكائنات. أتدرون لماذا؟ لأن الإنسان هو أفضل الموجودات. التراب، الأحجار، هذه الجمادات مسخرة للإنسان في مرتبة أعلى الأشجار والنباتات التي تتميز بسمات لا نجدها في الجمادات. أيضا الأشجار والنباتات مسخرة للإنسان. وفي درجة أرقى نجد الحيوانات، الطيور والحيوانات هي أيضا تتميز بخصائص لا نجدها لا في النباتات ولا في الجمادات، فهي كائنات أرقى منها، ولكن هذه أيضا مسخرة للإنسان. إذن كل شيء مسخر لهذا الإنسان، وأعطاه الله عز وجل نعمة العقل. وقد وردت كلمة العقل بوظائفها في القرآن في أكثر من 1000 موضع، وهذا له دلالة عميقة جدا. فإذا أحسن الإنسان استثمار عقله سيعرف كيف يستثمر هذه النعم فيما يرضي الله جل جلاله وفيما يحقق له المقاصد والغايات. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذن كيف نتعامل مع هذه النعم لنحقق مقتضيات استخلافنا فوق الأرض من جهة، لنحقق براءتنا أمام الله في الدنيا وفي الآخرة، بل لنحقق مقتضيات وجودنا الحضاري. فحياتنا قصيرة ولو طالت، بل هي أقصر من أن نقصرها. فإذا أدركنا قيمة هذه النعم، وأدركنا بعد ذلك وقبل ذلك وأثناء ذلك قدر المنعم جل جلاله، لأنه لا يصح نقلا ولا عقلا أن نرفل في نعيم سابغ، أن نتمتع بنعم الله وننسى المنعم جل جلاله. ذلك ربنا قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وقال أيضا: وسيجزي الله الشاكرين. وأهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم حينما يدخلون الجنة، كما في أواخر سورة الزمر، خاصة في الآيتين 73 74: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا ماذا قالوا؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لذلك أمر الله عز وجل في الآية 5 بعد 100 الأولى من سورة التوبة بالعمل، أن نعمل للدنيا من أجل عمارها وتنتشر هممنا في هذه الحياة. هناك من انصرفت همته إلى الفلاحة والزراعة، هناك من انصرفت همته إلى الصناعة، إلى البنيان والعمران، إلى علم الفلك، إلى علم الجيولوجيا، إلى علم الجغرافيا، إلى كل العلوم. تنصرف الهمم في كل مجال إلى كل مجال إلى كل جهة من أجل تحقيق العمار في الدنيا، ونحن مطالبون بالعمل، ولا يمكن أن يتحقق هذا المقصود إلا بالعمل. ربنا قال وقل اعملوا. وكذلك نعمل للآخرة وهي دار القرار، كلنا إلى زوال، سنموت حتما وسنلقى الله حتما. ولذلك قال ربنا في آخر ما أنزل، والآية في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مرة أخرى أعود إلى الآية 5 بعد 100 الأولى من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، سواء كان هذا العمل للدنيا من أجل عمارها فنحن مطالبون بالإتقان، أو للآخرة من طاعات وقربات وباقيات صالحات وصلوات وزكوات إلى غير ذلك من الطاعات، كل ذلك مطلوب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أغثنا ولا تحرمنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.